سعد المجرد يتقدم رسميا باستئناف الحكم. تقدم المغني المغربي سعد المجرد الذي حُكِم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات في باريس بتهمة الاغتصاب باستئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن 6 سنوات حسب ما أعلن محامياه ومصدر قضائي اليوم الثلاثاء. وقال محاميا المغني تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا لوكالة فرانس بريس نظرا إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد المجرد اليوم الثلاثاء الحكم. وفي الحكم الصادر الجمعة أبدت محكمة الجنايات في باريس قناعتها بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا بي في الدعوى التي رفعتها بطريقة ثابتة ودقيقة. وروت المدعية أمام المحكمة أن سعد المجرد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر 2016 ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس. وقد أودع المغني المشهور في العالم العربي السجن مباشرة بعد صدور الحكم بموجب أمر بالحبس. وقال المحامي المغني البالغ 37 عاما إن الأمر بالحبس الصادر في حقه لم يكن مبررا لأنه التزم باستمرار بشروط المراقبة القضائية التي كان خاضعا لها. وفي المغرب أثار الحكم الصادر بحبس المجرد انقساما واسعا تجلى في التعليقات المتضاربة عبر الشبكات الاجتماعية. ويصر أصدقاء الفنان المجرد ومحبوه على براءته، معتبرين أن المدعية كانت موافقة على حصول علاقة معه بمجرد أنها رافقته إلى غرفة الفندق، فيما يسوق آخرون لنظريات مؤامرة تربط الحكم القضائي بعنصرية فرنسية على وقع أزمة دبلوماسية بين باريس والرباط. وكتب مقدم البرنامج المغربي المعروف رشيد الإدريسي عبر حسابه على الإنستغرام: لم أستوعب بعد ولن أستوعب هذا الحكم الجائر في حق أخي وصديقي سعد. وردا على هذه المواقف انتقدت ناشطات نسويات ما اعتبرناه تطبيعا للعنف ضد النساء، حتى إن مستخدما للإنترنت دعا إلى تمجيد الاغتصاب على غرار ما يحصل على في حالات تمجيد الإرهاب. كما أن سعد المجرد مطلوب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في منطقة فار جنوب فرنسا على خلفية اتهامات مشابهة مرتبطة بوقائع مفترضة حصلت في مدينة سان ترومبي سنة 2018. وفي موضوع آخر، محامي المجرد يتشبث بحصول على البراءة. قال جان مارك فيديدا محامي المغني سعد المجرد في أول تصريح له بعد نهاية جلسات محاكمة الفنان المغربي إن الحكم الذي أصدرته جنايات باريس في حق موكله مثير للدهشة ولا يتوافق مع طبيعة القضية. وكشف دفاع المجرد في حوار مع قناة العربية أن المحكمة الفرنسية قررت إعطاء الأفضلية لرواية المشتكية لورا بريول على حساب موكله في غياب أن أيد أدلة مادية حول ما حصل في تلك الغرفة الفندقية، مضيفا أن الخبراء أظهروا أن ما حصل مع الفنان المغربي لا علاقة له بأي وضعية نفسية. وتابع المتحدث ذاته أن هيئة الدفاع المجرد مؤمنة بأنه في غياب أي دليل مادي وطبي من قبل الخبراء يظهر بأن رواية المشتكية حقيقية، فإن لورا بريول ذهبت في تلك الليلة إلى غرفة فندق ماريوت على الساعة 7 صباحا ونيتها إقامة علاقة حميمية مع المتهم، وهذا الأمر يتم الدفاع عنه بشدة مع التمسك بأن المجرد شخص غير عنيف بل محب وطيب. وأردف دفاع المجرد: لا أحد كان في غرفة تلك الليلة، ولدينا شخصان يرويان قصتين مختلفتين، الأول يروي قصة اغتصاب والثاني يروي قصة مشادة بين الطرفين، وهذه الأمور تتطلب أدلة مادية لإثبات واحدة من القصتين. واعتبر المحامي جان مارك فيديدا أن الحكم الصادر في حق موكله
اختار تصديق رواية المشتكية، وهذا أمر صادم وغير عادل إلى حد كبير، لأن الفحوصات أصدرت عدم وجود أي أثر حمض نووي في الأعضاء التناسلية للورا بريول، وهذا ما يدل على عدم وجود أي فعل اغتصاب من طرف المجرد. وأكد دفاع المجرد في حديثه مع قناة العربية من باريس أنه سيستمر في هذه المعركة لكي يخرج سعد المجرد من السجن ويتابع عمله الفني، مضيفا أن أمامه فترة قصيرة للتفكير والتحليل لقرار المحكمة، ومضاعفة الجهود للتوجه إلى محكمة الاستئناف التي من شأنها أن تقرر في كل شيء، وبإمكانها إلغاء الحكم وإصدار قرار ببراءة سعد المجرد. وشدد المتحدث ذاته على أن مجريات الأمور أوضحت أن المجرد كان مليئا بالاحترام للنساء والأشخاص الذين يتابعونه طوال الوقت، وهو نجم يحب الكثيرون والمقربون منه، وعائلته والمعجبون يعتبرون ويؤكدون أن ما نسب إليه ليس مثبتا، مضيفا بالقول بإرادة الله نعتقد أنه عند وجود روايتين، واحدة للشخص المتهم وأخرى للمشتكية، فإن الحقيقة القضائية التي يجب أن تكون هي الحقيقة العلمية، وبالتالي فإن سعد المجرد بريء من الجريمة. جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي أدان يوم الجمعة الماضي نجم البوب المغربي سعد المجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية في القضية التي تعود بداية فصولها إلى سنة 2016، وحظيت باهتمام الرأي العام على مدار 7 سنوات. وفي مقال آخر، بسمة بوسيل تعلن مقاطعة مؤتمر بسبب سعد المجرد. أعلنت بسمة بوسيل الفنانة المغربية المعتزلة ومصممة الأزياء عن انسحابها من مؤتمر دعم حقوق المرأة ورائدات الأعمال بالشرق الأوسط. هي تقدر الذي كان يرتقب أن تحل كمتحدثة فيه يوم 4 من شهر مارس المقبل بمصر. وتعرضت بسمة بوسيل لهجوم شرس عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانها دعمها للفنان سعد المجرد المتابع في قضية اغتصاب شابة فرنسية والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات، حيث وجهت إليها انتقادات لاذعة بسبب دفاعها عن نجم البوب المغربي رغم انخراطها في منظمة للدفاع عن حقوق النساء، الأمر الذي دفعها إلى الانسحاب والخروج بمجموعة من التوضيحات عبر صفحاتها الرسمية. وقالت الفنانة المغربية المعتزلة ومصممة الأزياء إنها ضد الاغتصاب والتحرش لأي سبب مهما كانت الظروف، ولن تقبل ذلك على نفسها أو بناتها. لكن خلال حديثها عن قضية المجرد كانت تتحدث عن قصص فتاة اعترفت بنفسها بأنها دخلت معه لغرفة بالفندق معتبرة أن هذا الأمر مناف للعادات والتقاليد. وتابعت المتحدثة ذاتها أن الناس رأت أن المجرد مذنب لأنه رجل فقط، مضيفة أن العرب دائما يتعرضون للعنصرية في البلدان الأوروبية، مبررة قرار انسحابها من المؤتمر بكونها لا تتشرف بأن تكون جزءا من برنامج لا يحترم حقوق الإنسان لأنه يحترم حقوق المرأة. وأردفت زوجة النجم المصري تامر حسني بالقول: أصبحنا في زمن الشماتة والتنمر والحكم على الناس فيما اللي مكفيها من ابتلاء فضيلة، والدعاء لأحد في مصيبة بأن يهون عليه الله وينزل عليه الرحمة بالشكل الذي يراه الله عادلا أصبح جريمة. من جهتها كشفت منظمة هي تقدر أنها لن تستضيف المغربية بسمة بوسيل في المؤتمر المقبل تحت ذريعة أن مبادئها بعيدة عن أي مدافعين عن الاغتصاب بأي شكل من الأشكال، مضيفة أنه لا يمكن تبرير العنف ضد المرأة أو التسامح معه. وما زالت القضية نجم البوب المغربي سعد المجرد تحظى باهتمام الرأي العام بعد إدانته من طرف القضاء الفرنسي يوم الجمعة الماضي بتهمة الاغتصاب والحكم عليه ب6 سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى 1 ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.